السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل القلقاس مع بعضنا والرز الابيض ولحمه. معانا السلق ومعانا كزبره ومعانا شبت سمنه والثوم واللحمه والرز. ما تنسوش قبل ما نبدأ في اي حاجة نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنسلق اللحمة الاول مية، حطيت زعتر وكبابة صيني وفلفل اسود كل ده حصى، وحطيت بصلايه، قطعت بصلايه وطماطمايه، وبعد كده غليت وبعد كده اللحمه استوت وقفلت عليها وخدت منها الشوربه على قد القلقاس. طبعا الشوربه لازم تكون دسمه كده عشان خاطر اما تجيبي اللحمه تجيبيها القطعيه اللي انت عايزاها. بس هنا انا حاطه قطعيه دسمه شويه، ليه؟ الدسم بتاعها بيطلع زي ما انتوا شايفينه كده في الحله زي ما انتوا شايفينه، والشوربه بتاعتها جميله ورايقه خالص ما فيهاش اي حاجه. وحطيت نص ليمون ومكعب مرق الدجاج في الشوربه. شايفين بقى كل الصفار اللي في قلب الشوربه وانا بحط القلقاس ده الدسم بتاع اللي حطيته القلقاس. واول ما استوى دوست عليه بالشوكه كده وما خد، كان طعمه تحفه، جربوها مش هتندموا. وبعد كده قمت محضره وجبت الطاسه حطيت فيها حته سمينه تسيح معاها، شوحت السلق لحد ما شرب ميته خالص. معايا الكزبره ومعايا شبت ومعايا السلق، ربطتين سلق وربطتين كزبره وربطة شبت. هنا حطيتها لحد السلق بتاعنا اول ما نشف منه الميه، فضلت اشوح فيه كده لحد ما الطاسه اتشوحت كده شويه. وبعد كده قمت نازله عليها بالثوم، وبعد كده نزلت عليه بالكزبره، ونزلت اخر حاجه بالسمنه. شوحتهم في قلب بعضهم لحد ما ادوا اللون الغمقان اللي انتوا شايفينه ده. السلق ده في ايدك، عايزه تخليه اخضر، عايزه تخليه وسط، عايزه تخليه يبقى اللون محمر قوي ده عن اللزوم. هنا انا عملته نفس التحميره بتاعته اللي هي متحمره قوي، وهنا طشيت له زي الملوخيه بالظبط. وهنا عملت الرز، حطيت السمنه وحطيت الزيت وشوحته، وحطيت مكعب مرق الدجاج وشوحت الرز. وبعد كده قمت حاطه الملح وشربته هنا، وبعد كده قمت مشرباه بالميه المغليه وقلبته تقلبتين. وهنا كل حاجه استوت معانا، القلقاس استوى واللحمه استوت والرز استوى، بس المقطع بتاع الرز ما بانش عشان خاطر بحسب ان انا بصور، لكن للاسف ما صور. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتقولوا لي متابعيني من انهي بلد، ويا ريت تشاركوا الفيديو عشان الكل كان طعمه جميل اللهم بارك، مستوي خالص ودايب في البوق. جربوه على طريقتي مش هتندموا. حطيت اللحمه مع القلقاس ادى غلوتين وبعد كده قفلت كده. بعد ما خلصنا وصفتنا بتاعت النهارده، وده الشكل النهائي لاكلتنا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. استنوني الفيديو الجاي بوصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.